مساء الخير. وداعا فرحتنا كالعادة. فعلا وداعا فرحتنا كالعادة. ليا بعض الملحوظات هقولها على الكورة. عشان تبني كورة المفروض أول حاجة بطولتك الداخلية دي بطولتك الداخلية دي المفروض يبقى فيها 20 منافس على اللقب، مش منافس او منافسين، عشان في ناس هتختلف معايا وهيقولوا لي في بطولات تانية ليهم منافسين او 3 منافسين. لو التانيين غلط يبقى المفروض تبقى انت صح. انا زي بقول لحضراتكم المفروض بطولتنا اللي هي الدوري يبقى فيها 20 منافس، ما بين الاول والاخير 5 نقط 7 نقط بالكتير قوي. ما ينفعش ما بين الاول والاخير 30 40 نقطة، ولا يبقى عندك منافسين او منافس واحد، منافسين بالعافية او منافس واحد. ما ينفعش يبقى في تمييز ما بين الفرق وبعضها. ما ينفعش يبقى في تمييز ما بين لعيب ولعيب. ما ينفعش يبقى في مجاملة ظالمة غير مستحقة. انت واقف مع النادي ده عايز تكسبه باي طريقه، بتجامله باي طريقه، بتجامله بضربات جزاء، بتجامله بوقت ضايع، بتجامله ان هو يشتري كل اللعيبه، يبقى عنده امكانيات ماديه ضخمه يشتري كل اللعيبه، وفرق تانية ما عندهاش امكانيات ماديه تشتري اللعيبه. كل دي انواع مجاملات. احنا عايزين نبني كوره صح، فعشان نبني كوره صح لازم نبقى ماشيين صح. ما ينفعش نبقى ماشيين غلط ونقول على نفسنا احنا ماشيين صح. ودليل على كلامي، لما لاعب الزمالك اتنقل من ناديه للاتحاد السكندري، ده مثال، الحكم بيقول له ايه؟ انت فاكر نفسك انت في الزمالك، انت في الاتحاد، فازاي انت عايز تحسن مستوى كورتك او عايز تبقى عندك كرة قوية وانت اساسا عندك تمييز ما بين الفرق وبعضها وما بين اللعيبه وبعضها؟ انت لعيب الاهلي يبقى ليك الحق في كل حاجه، انت لعيب المحله انت مالكش الحق في اي حاجه. فازاي يا جماعه؟ احنا عايزين نعقلها بس. دي نقطه. عموما لو الكوره بتاعتك قويه ومسمعه في انحاء العالم، هتلاقي اللعيبه الاجنبيه جايه لك تحترف عندك. انت كورتك ضعيفة مش مسمعة، فعشان كده مفيش حد بيحترف عندك سوى اللعيبة القليلة، مع كامل احترامي. انت عندك لعيبة يتعدوا على الصوابع 2 أو 3 أو 4 بالكتير قوي، بيحترفوا بره. بيحترفوا بره ليه؟ عشان الكرة هناك قوية مسمعة. تمنياتنا من الله سبحانه وتعالى ان احنا نلاقي كورة حلوة تفرحنا، مش كرة حلوة، مش كرة وحشة تحرق دمنا، ونلاقي فيها التمييز ما بين فريق وفريق وما بين لعيب ولعيب. وعايزين مدرب وطني محترم زي الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري، والله يطول في عمره الكابتن حسن شحاتة. تحية لكابتن حسن شحاتة، تحية لجيله الذهبي. احنا ما عندناش كوره حلوه، ولا عندنا فرق حلوه، ولا عندنا منتخب حلو. لو انت عايز تحرق دمك اتفرج على المنتخب بتاعك. المنتخب بتاعك ضعيف. شكرا، مع السلامه.